ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في توقعات برج القوس من يوم 20 اغسطس لحد 20 سبتمبر. الفيديو ده هنتكلم فيه عن كل حاجة تخصكم: الطاقة العامة، العاطفة للعزاب والمرتبطين والمنفصلين، المال والعمل، العلاقات الاجتماعية، وحتى الوضع النفسي والصحي ليك يا برج القوس. كالعادة القراءة دي عامة تنطبق على الرجل والست، فخد اللي ينطبق معاك وسيب الباقي. ويلا نبدأ على طول يا برج القوس ونشوف الطاقة العامة بتاعتك فيها ايه. طيب، في بداية الطاقة بتاعتك كده يا برج القوس، عايزة اقولك ان انت هنا آم، داخل الفترة دي بطاقة، طاقة جديدة. عندك تجديد يا برج القوس، في عندك خطوات جديدة بتفكر تاخدها، او عندك تغييرات جذرية في حياتك. هتحس انك محتاج تسيب ماضي ورا ظهرك، سواء كان اشخاص او مواقف مأثرة عليك. الطاقات بتقول انك هتبقى اكتر وضوح مع نفسك ومع اللي حواليك الفترة الجاية يا برج القوس. عايزة اقول لكم هنا ان انتوا بقالكوا فترة في طاقة من التعب والضغط النفسي يا برج القوس، ومش قادر تخرج من الطاقة السلبية اللي انت فيها. فانا عايزاك ما تفضلش بالشكل ده، ما تفضلش في طاقة التعب. يمكن البعض منكم هنا كمان يا برج القوس كان تعبان جسديا، او كان في حد من الاهل عنده تعبان، ممكن حد من الاولاد، ممكن من الاب الام كان تعبان وكان مسبب لك ضغط نفسي وزعل مؤثر عليك بشكل كبير يا برج القوس. طيب، هنبدأ بطاقة العمل والمال. هنا عايزة اقول لك يا برج القوس ان انت الفترة الجاية البعض منكم في فرص مهنية بتبان من أول الأسبوع التاني للفترة دي. ممكن عرض شغل جديد أو مهمة مختلفة بالنسبة لك يا برج القوس، هتفتح لك باب ترقية أو مكسب زيادة يا برج القوس بالنسبة لك. البعض الآخر لو عندك مشروع خاص ففي زباين جدد أو شراكة جديدة يا برج القوس. ولو انت بتشتغل على السوشيال ميديا فشعبيتك هتزيد أو جماهيرك على السوشيال ميديا هتزيد يا برج القوس. ماديا في انفراجة مالية جايالك عن طريق مصدر رزق إضافي أو مساعدة من شخص داعم ليك يا برج القوس. شخص هيدعمك وهيقف جنبك وهيساعدك ويساندك بشكل مادي. شايفة كمان هنا يا برج القوس ان في مبلغ معين المفروض يكون وصلك من بدري ولسه لحد الآن متأخر. ممكن مرتب اتأخر او فلوس شغل عملته لحساب حد ومش بيرد، او حتى سلفة اديتها لحد ومفيش نية ان هو يرجعها قريب. التأخير ده عامل لك لخبطة في حساباتك يا برج القوس، وممكن كمان ان هو مسبب لك قلق او زنقة بسيطة في المصاريف عندك الفترة دي. طيب، عايزه اقول لكم كمان ان انتوا هتتحسن الامور الماديه الفتره الجايه، في عندك فلوس جايالك يا برج القوس، في عندك تحسن مادي، بس اصبر شويه وامورك هتستقر، مش هتفضل في الضغط المادي اللي انت فيه ده. طيب، بالنسبه كمان هنا للعلاقات الاجتماعيه والعائليه يا برج القوس، عايزه اقول لكم هنا آم، في مناسبة هتجمعك بناس مقربين ليك يا برج القوس عند البعض منكم. يعني في تجمع عائلي، لما عائلية هتكون يمكن بسبب احتفال أو بسبب حاجة مهمة عندكم هيحصل. تجمع عائلي، هتكونوا قاعدين هنا ومتجمعين مع بعض العيلة كلها يا برج القوس. طيب، ممكن كمان ان انتوا هتكونوا بتتكلموا في امور فلوس، حاجة تخص ورث او حاجة، والبعض الاخر هيكون عنده احتفال يمكن بخبر حلو. ممكن كمان تقابل شخص مهم في مناسبة اجتماعية هيأثر في حياتك الفترة الجاية يا برج القوس. عايزة اقول لك كمان هنا يا برج القوس بالنسبة لصحتك، انت محتاج ان انت تهتم بنفسك، تهتم براحتك النفسية. في عندك ضغط ذهني كبير يا برج القوس، البعض هنا مضغوط ذهنيا بشكل قوي، فحاول تريح نفسك شوية.
كمان يا برج القوس محتاج ان انت تعمل رياضة او ان انت تمشي، هيكون ده ليه تأثير ايجابي عليك في طاقتك، هيفرق معاك كتير جدا. في تنبيه هنا ليك يا برج القوس، حاول ان انت تظبط نومك علشان مشاكلك الجسدية الفترة دي مرتبطة بالتوتر والسهر الكتير. يمكن انت ما بتنامش كتير يا برج القوس، هما كام ساعة كده قليلين في اليوم، وده غلط، ده مأثر عليك ومخليك في طاقة عصبية زيادة عن اللزوم. طيب انا عايزه اقولك كمان هنا يا برج القوس ان في عندك انفراجة، في عندك تحقيق اهداف الفترة الجاية، عندك هنا تحقيق امنيات، عندك نجاح، عندك بدايات حلوة، عندك خطوات ايجابية في حياتك يا برج القوس. دي عجلة الحظ، يعني عندك الباب جديد هيفتح لك، هيكون فيه خير ليك ورزق يا برج القوس. طيب تعالوا كمان بقى ناخد الطاقة العاطفية هنا، ونبدأ بطاقة العزاب زي ما احنا متعودين. نشوف طاقة العزاب فيها ايه. آه في شخص جديد هنا عند البعض منكم ممكن يدخل حياتك يا برج القوس. شخص جديد هيحاول ان هو يلفت نظرك، يحاول ان هو يقرب منك. واضح ان هو من برج ترابي، ممكن يكون جدي، ممكن يكون ثور او عذراء. عايزة اقولك يا برج القوس ان انت هتحس بانجذاب قوي، لكن محتاج تتأكد ان الشخص ده صادق ومش بيلعب معاك ومش داخل يتسلى بيك يا برج القوس. فلازم يعني ايه ما تاخدش خطوات بشكل سريع تجاه اي شخص بيقولك كلام اعجاب وخلاص يا برج القوس. طيب عايزة اقول لكم كمان ان البعض منكم هنا يا برج القوس عنده رجوع من الماضي، شخص جسمه رياضي، عيونه واضحة، جاي بنية صلح وارتباط تاني يا برج القوس. شخص كان حصل ما بينكم انفصال، ممكن كنتوا كراش مبتعدين، ممكن ان هو يرجع يتواصل معاك تاني هنا يا برج القوس. طيب بالنسبة للمرتبطين او المتجوزين هنا، العلاقة عند البعض منكم ممكن يدخلها توتر بسبب طرف ثالث يا برج القوس. العلاقة هنا ما بينكم ممكن تبقى متوترة شوية الفترة الجاية بسبب طرف ثالث. طرف ثالث في العلاقة، ممكن طرف ثالث هنا الأهل، حد بيتدخل في تفاصيل حياتكم، حد من الأهل، ممكن تكون علاقة عاطفية. في طرف ثالث هنا عند البعض منكم يا برج القوس، ما بينك وما بين الشريك، هو اللي بيخرب العلاقة أو بيدخل التوتر ما بينكم. محتاجين ان انتوا الفترة الجاية تتكلموا بشكل صريح، يبقى في حوار صريح ما بينك وما بين الشريك، ويبقى في توضيح للحدود ما بينك وما بين الشريك يا برج القوس. في نفس الوقت في فرصة لرجوع الدفى والحب والرومانسية، لو انتوا الاتنين قررتوا تبدأوا بداية جديدة مع بعض وتتكلموا بشكل صادق وكل واحد يطلع اللي جواه. طيب بالنسبة لطاقة المنفصلين هنا، شوف طاقة المنفصلين، عايزة اقول لكم ان في تواصل راجع من شخص قديم يا برج القوس، شخص انت ما زلت متعلق بيه ومش قادر تفك تعلق، بتفكر فيه كتير. يمكن فترة الانفصال ما بينكم بقالها كذا شهر، يمكن البعض الاخر بقاله سنة او اكتر، لكن ما زلت بتفتقد الشخص ده يا برج القوس. بتفكر فيه كتير، مش قادر تفك تعلق، مش قادر ان انت تتخطاه، مش قادر ان انت تنساه. عندك امل ان الشخص ده يرجع لك تاني، رغم ان هو كان ممكن بيأذيك بكلام او بيجرحك يا برج القوس، لكن انت مش قادر ان انت تبطل تفكير فيه، بتحبه ومتعلق بيه. حتى لو حد حاول يخش حياتك جديد فانت متعلق بالشخص القديم ده. ففي تواصل عندك هنا، طاقة التعلق. بصوا هنا كمان طاقة تعلق، طاقة تعلق عندك قوية قوي يا برج القوس. فالشخص القديم ده هيرجع يتواصل عند البعض منكم، هو بيبصلك من بعيد لبعيد هنا يا برج القوس، يعني بيراقبك، بيتابعك، بيشوفك على السوشيال ميديا، بيفكر ان هو يرجع بس لسه خايف يمكن من خطوة الرجوع دي، وعنده طاقة تردد شوية يا برج القوس. والخيار هنا هيكون عندك، هل هتقبله ولا هتختار الاستقرار مع نفسك
وتكمل كده يا برج القوس، ولا البعض هنا عايزه ان هو ترجع يتواصل او يرجع يتواصل ويتكلم معاك علشان تنتقم وتاخد حقك يا برج القوس؟ شايفة هنا ان الشخص ده عنده طاقة شغف واشتياق اتجاهك يا برج القوس، بيفكر فيك كتير، بيفكر يتواصل معاك لكن لسه ما اخدش القرار، خايف ومتردد من ردة فعلك. لازلت متعلق بالشخص ده يا برج القوس، وهو حاليا بدأ يحس ان هو محتاجك، عشان كده بدأ يفكر في الرجوع دلوقتي. المشاكل عند البعض منكم هنا أو طاقة الانفصال كانت بسبب مشاكل عائلية أو تدخلات كتيرة من العيلة أو طرف تالت عموما، والشخص ده كان هنا يمكن القرار مش بإيديه يا برج القوس، يمكن هو هنا الأهل اللي ضغطوا عليه عشان يسيب العلاقة، عشان العلاقة تنتهي. في ضغوطات أو مشاكل عائلية هنا كتير بشكل قوي عند برج القوس، كانت هي سبب تدمير العلاقة. لكن الشخص ده بيشتاق لك وبيفكر فيك يا برج القوس، او بيشتاق لك وبيفكر، نفسه انه يرجع يتكلم معاك تاني، نفسه ان هو يعرف اخبارك، نفسه ان هو يطمن عليك، بس خايف من طاقة العناد بتاعتك يا برج القوس، عشان هو عارف ان انت عندي جدا، وكرامتك وكبريائك اهم شيء عندك. خلي بالك يا برج القوس ان انا شايفة كمان ان البعض منكم هنا عنده طاقة حسد قوي، طاقتك مسحوبة يا برج القوس. طاقتك مسحوبة ازاي؟ البعض منكم هنا الشريك نفسه ان انت تبقى تعبان زيه، نفسه ان انت تبقى في الطاقة السلبية اللي هو فيها، فهو حاليا ساحب طاقتك يا برج القوس، فخلي بالك. تعالوا نشوف رسائل هنا للمنفصلين. طيب اول رسالة ليك هنا يا برج القوس، الشخص ده بيقولك بالرغم من شخصيتي النرجسية انا بحبك، ده مش معناه اني هبين لك ده. الشخص ده عارف ان هو شخص نرجسي، بس بيقولك انا مش هبين ده، مش هاجي اقولك ان انا بحبك، او مش هاجي اقولك ان انا بحبك، مش هيبين مشاعره. الرسالة التانية هنا للبعض الآخر منكم بيقولك ممكن أكون ما كنتش أفضل حد ليكي، لكن أنا حابب أرجع في وقت أكون اتغيرت فيه. الرسالة التالتة يا برج القوس بيقولك أنا بحبك بس مش هقدر أرجع، وفي طرف تالت موجود وهي طرف ثابت مقدرش أسيبها. يعني طرف ثابت ممكن تكون الأم، ممكن تكون زوجة، وما يقدرش ان هو يسيبها، وطرف ثابت عنده، لكن رغم ده هو لازال بيحبك يا برج القوس، لكن مش هيقدر ان هو يرجع ويتواصل معاك تاني. طيب تعالى نشوف كمان هنا كارت التحذير بتاعك يا برج القوس، هيحذرك من مين وهيحذرك يقولك ايه. طيب كارت تحذيرك هنا يا برج القوس بيقولك في حزن هيحصل بسبب شخص، الشخص ده راجل مش واحدة ست، الشريك او شخص من الماضي هيقولك كلام يوجعك ويسبب لك حزن يا برج القوس. الشخص ده ممكن يكون في اسمه حرف الالف او حرف الميم او حرف الشين. الشخص ده هيتكلم معاك بشكل مش كويس وهيجرحك، ويعني هو شخص من الماضي، هيقولك كلام يوجعك وهيخليك في طاقة حزن يا برج القوس، فحاول ان انت تتخطى الشخص ده او ان انت ما تفكرش في كلامه كتير. ما تتسرعش في القرارات يا برج القوس في حياتك بشكل عام، اسمع احساسك الداخلي دايما. اي علاقة او شغل مش بيضيف ليك لازم ان انت تنهيه على طول. دي كانت توقعات برج القوس من 20 أغسطس لحد 20 سبتمبر 2025. الفترة دي شايفة لك تغييرات قوية سواء في شغلك أو علاقاتك، والرسالة الأساسية ليك إنك تبدأ بداية جديدة وما تخافش من التغيير يا برج القوس. قولولي في التعليقات ايه أكتر حاجة حسيتوا إنها بتنطبق عليكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو حابين قراءة خاصة ومفصلة هتلاقوا رقمي موجود في صندوق الوصف. أشوفكم على خير يا حلوين، سلام.